كنت لسه هقول سؤال فعلا. هو ايه المفروض الستيب الجاية المفروض نعملها يعني بعد الكورس؟ حلو، هقول لك بقى. الستيب الجاي المفروض ان احنا نعملها ان احنا نبدا نطور اكتر من نفسنا في الجزء اللي احنا خدناه دلوقتي. مثلا انا عملت كام مشروع؟ مثلا عملت مثلا 6 7 8 10. المفروض ان المشاريع انتوا تعملوها بمجهودكم الذاتي. احنا مثلا بناخد في السيشن المشروع، اوكي، انا بطبقه وانتوا بتطبقوا معايا. انا عايز بقى، او المفروض ان انتوا تبداوا تشتغلوا على مشروع ذاتي. يعني ايه؟ يعني تدخلوا تعملوا كده زي ما احنا بنعمل في السيشن دي. المشروع يبقى انت اللي جايب فكرته، والمشروع يبقى انت اللي شايف الداتا واشتغلت عليها وطلعت فيها كل حاجه انت عملتها لحد ما عملتها باور بي اي ريبورت في الاخر، وطلعت بقى السمري بتاعتك والكونكلوجن والحاجات دي كلها. تاني نقطه الماركتنج اللي احنا هنتكلم عنه على لينكدين دلوقتي. يعني هقول لكم كده سمري عن لينكدين والمفروض تهتموا بايه والحاجات دي كلها عليه. تالت حاجه ما نقفش لحد كده، يعني ندخل بعد كده في الداتا ساينس. يعني ندخل بعد كده في الداتا ساينس نكمل عشان نبقى احنا كده لو فاكرين. برضه اهو بالمناسبه حلوه السلايد دي اهو. بصوا الايه الداتا، هتبقى احنا ماسكين النقطتين دول كده، الداتا اناليست والداتا ايه، والداتا ساينس، او يعني او الماشين ليرنينج انجينير. هيبقى احنا كده وقتها ماسكين الاثنين دول. الناس اللي ممكن تكون حابه السيكوال شويه او حابه الداتا بيس، فممكن عادي تاخد الجزء بتاع الانجينيرنج والاناليست، يبقوا اثنين مع بعض. اهم حاجه انت تكمل، ممكن تكمل تطلع قدام او ترجع ورا على حسب اللي انت عايزه، وعلى حسب الميول بتاعتك.